هذه ميغرين، احنا في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مدينة تأسست في آخر القرن 19. التسمية متاعها كانت تطلق على إحدى 5 ملكيات تابعة لمؤسسة الأوقاف المحبسة على جامع الزيتونة وعلى بعض الزوايا في تونس. المدينة معروفة في الصيف بحيوية مهرجانها، مهرجان ميغرين اللي بدأ البارح 22 جويلية ويتواصل حتى ل 8 أوت. مرحبا بكم في مهرجان ميغرين. اليوم عندنا الافتتاح دورة 30. المهرجان هذا عنده عمره 30 سنة، حبيناه يرجع ياخذ المكانة اللي تتناسب مع عمره. مهرجان عمره 30 سنة رغم يكون عنده إشعاع على المستوى الإقليمي نتاعو، على المستوى المحيط نتاعو، ويكون منارة ثقافية كبيرة. احنا هيئة شابة معناها خدمنا على الدورة 29 نالت الاستحسان وكانت ناجحة، لما لا قلنا دورة 30 تكون دورة الإقلاع ودورة النجاح بامتياز للمهرجان هذايا. المسرح البلدي في ميغرين بدا يستقبل في الجمهور نتاعو. إدارة المهرجان راهنت على صوت عنده قيمة ورصيد، نبيها كراولي. الجمهور اللي تراو فيه الليلة جاي يحب يسمع بالأساس الجو التونسي بصوت فنانة تقدو بامتياز. اليوم عرض الافتتاح تحييه الفنانه نبيها كراولي. حبينا نقعدوا في نفس الديمارش، عملنا الافتتاح مع لطفي بوشناق، سنة نبيها كراولي ديما خلينا تسكي الافتتاح دورات الفنان التونسي تكون عنده قيمه ثابته، ما يناقشوش فيه ما يجادلوش فيه العباد. البرمجه شبابيه، البرمجه فيها باب مفتوح على الموسيقى الاندر جراوند. عندنا حيدر حامدي نهار 25، عندنا فرق من المغرب، عندنا فرق من الجزائر، عندنا حبينا نمشيو في تسكي البعد المتوسطي المغاربي. لما لا المهرجان يكون عنده بصمه ويبعد على البرمجات المتواجده التجاريه في المهرجانات الكل. وان شاء الله البرمجه هذه والمهرجان هذا في الدوره هذه ينال اعجابكم ومرحبا بكم. نبيها كراولي من احسن الاصوات التونسيه اللي موجوده في تونس، ومن الناس اللي نحبها ونعشقها. العشرة متاع الليل تدخل نبيها على المسرح وتبدا السهرة. تفاعل الجمهور وتعطشه للنغمة التونسية واضح. بالأناقة متاعها اللي تجمع ما بين الأصالة والتطور تقابل نبيها جمهورها بحب كبير. عمل فريق كامل، لباس كرياسيون مدام منى بوزيد، يعطيها الصحة على الكرياسيون هذه، لأنها جمعت فيها الأشياء مخدومة بالذمة لهذا اللقاء مع جمهور مهرجان مدينة ميغرين. والكوافير والمكياج اسباس ماريي أماني. متشوقة ما فهمتش واش. مبروك نبيها كراولي فاهمه مليح الجمهور نتاعها وما تحبش تخيبه. الاغاني اختارتهم بعنايه كبيره وبكل ديمقراطيه مع جمهورها. جمهور نبيها صعيب برشا ما يقبلش انه الفنانه نتاعو ما تغنيلوش غنياتها. يسعدني ويشرفني أني نفتتح أو أختتم أي مهرجان، ولكن زاد يحملني مسؤولية في أني أعد العدة بأكثر دقة، بأكثر تقنية. أكثر من ساعتين
ونبيها تحكي في قصص الحب والغرام، البعد والفراق، العشق والرغبة والهجر بصوتها، بغنيات حافظينها التوانسة وغنوها معاها بمحبة كبيرة. أنا نؤمن بفلسفة لقاء الجمهور. لقاء الجمهور ما فيش لا دولي ولا محلي ولا جهوي، الجمهور جمهور أينما كان. أما فما ناس توفرت لهم الإمكانيات فولا عندهم مهرجان دولي، ولا فما ناس مساكين إمكانياتهم ما زالت ضعيفة فولا باقي مهرجانهم مسمي محلي ولا هكذا ولا جهوي. هذوكم جمهور لهم أذان ولهم سماع ولهم آراء ولهم باع وذراع، فمش مهم حكاية دولي وإلا مش دولي، المهم أنه جمهور ويأتي ويتابع ويتفاعل. غنيت الأغنية الكل متاعها بريسك وبرك الله عليها اون دو مو، برك الله عليها. عسل نبيها كراولي دو ميل مش حاجة أخرى، رائعة تبارك الله عليها تبارك الله عليها بالحق، متعة متعة. الحفلة وفات ونبيها تغادر المسرح باتجاه مسرح آخر، باتجاه رحلة أخرى وجمهور آخر وتجربة أخرى. نبيها تعرف مليح أنه كل نجاح من نجم يخبي لها كان توتر جديد يعيش معاها حتى موعد نهاية السهرة الجاية. هذاك قدرها وهذاك قدر كل فنان مجتهد.